لو الدولة العثمانية فضلت موجودة لغاية النهاردة كان زمان شكل العالم عامل ازاي؟ الدولة العثمانية كانت أقوى إمبراطورية مسلمة وصلت لحكم أوروبا وآسيا وأفريقيا، بس للأسف بعد سقوطها في الحرب العالمية الأولى حصل اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا واللي فيها قسموا ورسموا حدود بلادنا اللي عايشين فيها دلوقتي. طب تعالى نتخيل لو الدولة العثمانية ما اتقسمتش، فأنت كده بتتكلم على دولة ضخمة فيها تركيا والعراق وفلسطين والحجاز وشمال أفريقيا كمان، وما كانش هيكون في حدود بين الدول العربية وما كانش هيكون في حاجة اسمها إسرائيل، لأن فلسطين كانت جزء من الدولة العثمانية وتعداد الدولة كان ممكن يوصل ل 200 مليون نسمة. الاقتصاد كان هيكون في السماء، بترول الخليج زائد الزراعة في مصر وسوريا زائد الصناعة في تركيا يساوي قوة اقتصادية ضخمة، وكل حاجة من تجارة وسياحة هتدور في أرض الدولة العثمانية، وطبعا كانت هتمتلك جيش من أقوى جيوش العالم. تخيل كده قوة عسكرية هتتحكم في مناطق في أوروبا وآسيا وأفريقيا. لكن في المقابل الدولة العثمانية كانت هتواجه مشاكل كبيرة زي الصراعات الطائفية واختلاف اللغات وقيام حركات قومية جوه الدولة. طبعا كل ده لكن التاريخ مش كده، الدولة العثمانية سقطت والسلطة اتبدلت. بس كده، سلام.